اعتقد بعد 96 سنه واحنا قاعدين نتفرج على اعلانات مسلسلات رمضان هنلاقي الجزء ال100 من مسلسل صبر المداح. بالظبط كده نازل معانا الاعلان للجزء الرابع لمسلسل المداح، المسلسل اللي وصلنا في جزءه الثالث اللي قلنا ان فيه كميه مط رهيب، واللي قلنا عليه انه كان الجزء ده كان وحش جدا. فجاه بقى حماده هلال بيقرر ان هو يكمل المسيره بتاعته مع الشيخ صابر، وان هو يمشي في العالم ده اكتر بكتير. بس للامانه بعد الواحد ما اتفرج على الاعلان ممكن اقول ان انا متحمس له شويه. دياب وفتحي عبد الوهاب وكلام ان سهر الصايغ راجع المسلسل، فاعتقد كده ان المسلسل ممكن ياخد منحنى تاني لفوق. بس الفكره كلها ايه الفكره الجديده اللي هتقدمها؟ بقينا عارفين اساسا ان في اول المسلسل بتحصل المحنه، وبيجي في النص بتبقى شاكك في نفسك، توصل في النهايه ان انت بتحمي نفسك وبتحمي اللي حواليك. بس هو كل مره ايه اللي هيحصل عشان اساسا تدخلني في القصه الجديده؟ كل مره هنشوف بقى قصه رحاب من اول وجديد، قصه اخته اساسا والجن اللي لابسها. المره دي بقى ابننا جه كبر وبسم الله ما شاء الله بقى ابن حماده هلال بيمثل معاه في المسلسل. حتى ابناء العاملين في الجن بيكملوا